بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ازيكم يا اخوات في الله، عاملين ايه؟ اتمنى كده اللي مشتركش في القناه يشترك في القناه ويحط اللايك، عشان ايه القناه تترفع، اللي يبارك لكم ويجعل في ميزان حسناتكم. ودوسوا على الاشتراك ودوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناه مطبخ الطيبين. والنهارده عملنا غدا كده بسيط، فلاحي ريفي، بسيط على الاخر. عملنا اللهم صل على سيدنا محمد بيض بطماطم وبتنجان بعجين وبطاطس بعجين، وحوريكم كيف وحقول لكم كيف. حطوا اللايك واشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، ودوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد. يا رب كده الفيديو يعجبكم ونور رضاكم ان شاء الله، واتمنى تقوموا تشجعوا وتعملوه. جاب لي جوز بتنجان، شايفين البتنجان ما شاء الله. هناخده منهم بتنجانتين ونعملوهم. وجاب لي طماطم، الطماطم الكيلو ب30، والبتنجانات دول ب20. الحمد لله. هنعمل دول جحرود بطماطم، يعني بيض بطماطم. هنغسلهم الاول غسله زينه كده، بعد كده ندوم في ميتان ونشهدوهم عشان تبقى كل حاجه معاكم كده. شايفين انا هاخدهم على كده نشهدهم واجيبهم جنب الكبه واشتغل فيه. جبنا الكبه وهنترك الطماطم، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هنعمل غدا كده بسيط، ادبه كده بسيط يعني. غدا بسيط وريفي كده. كان ناقصه حتة جبنة قديمة، وكان ناقصه حتة جبنة قريش، بس الحمد لله. اللي قاعد عندك اشتغلي بيه، مش لازم نقول عاوزين دي وعاوزين دي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حطينا صينية على البوتاجاز وحطينا فيها شوية سام، ورحنا عبال ما هنا رحنا كبينا فيها الصلصة الطماطم اللي احنا فرمناها مع بعض في الكبة. جبنا كام بطاطاية كده وهنطركم طرنشات مش تخينة قوي. انا وريت لكم السمك بتاعها، وهنعملها ايه بطاطس بالعجين. ماشية معاكم واحدة بواحدة دي زي انا معوداكم من اول الفيديوهات بتاعتي اللي متابعني من الاول. وحبيت اشكر كل اخواتي اللي تابعوني جداد، يا رب يخليكم ويبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم ان شاء الله. شايفين انا ماشية معاكم واحدة بواحدة، زي ما قفلتش الفيديو ولا حاجة. عملت لكم الفيديو كامل من اول ما شرحنا البطاطس لحد ما فرمنا الطماطم على الكبة وحطيناها في الصينية، وهنا حطينا لهم شوية بعد ما غسلناهم، حطينا لهم شوية ملح. هنقلبهم فيه عشان يحيبوا، عشان احنا النهاردة هنعمل بطاطس بعجين، وهنعمل بتنجان برضو بعجين. جبت بتنجانتين معذرة، اعذروني، وغسلته وديني بتركهم قدامكم مكعبات. معذرة ما بتركهم برضو طرنشات، مش عارفة والله النهاردة مالي كده. الحمد لله. هنتركهم مع بعض وهنغسلهم برضو. يعني انتي شايفين دي بايظة، كل ما احوش منها واحدة القاها بايظة فرميتها خالص. جبت واحدة تانية اهي اللي هم برضك عملنا ثنية، بس حشنا الكيكة كانت فيها حتة بايظة وحشناها. هنتركهم مع بعض كده. بعد ما نتركهم احنا غسلناهم في الاول، هنغسلهم تاني ونحط لهم شوية ملح. والاول نقلوا يعني هنقلوا البطاطسات في عيا على في طاوة يعني، والبتنجان في طاوة. عشان ايه؟ عشان ننجز بسرعة، ما نقعدش في المطبخ في الجو الحر دي. ويا رب كده ان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم ان شاء الله. هناتي بعد ما خلصتهم وطرقتهم راح احطهم في علبة الجبنة ده، وراح اغسلهم على الحنفية غسلة زينة واحط لهم شوية ملح. شايفين ما شاء الله البسطتين رموا كمية كدية. بألف هنا وشيف علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم ونور رضاكم. هناتي غسلتهم وحطيت لهم شوية ملح اهو، وهقلبهم. شايفين لازم اقلبهم زي كده. جبت شوية دقيق وهحط لهم شوية ملح، وهحط لهم اللهم صل على سيدنا محمد توم. توم حطها في الفريزر. ودول بهارات، دي شطة بكزبرة بفلفل بحجار. وهننزل عليهم بالمية لحد ما خالص نخلوا
العجينة اللي احنا محتاجينها. ما تخليهاش تخينة جوه عشان ما تشربش معاك زيت العجيني. خلي العجينة حلوة كده سايلة. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. شايفين؟ جبت لهم شوية مية تاني عشان كانوا تخان جدا جدا. احنا هنخليها عجينة سايلة وهوريها لكم برضو معاكم واحدة بواحدة. وهنا حطينا الطاوة على البوتاجاز، وجبنا الطاوة التانية برضو عشان واحدة عليها البطاطس وواحدة عليها البتنجان، عشان هي هنخلص في الحرة دي. شايفين العجينة انا ما خليتهاش تخينة ازاي كيف. حطيت طاوة بطاطس، حطيت طاوة بطاطس عشان اطلعها واحطها في العجينة على طول. بعد كده هجيب رصة بتنجان برضو وفي نفس العجينة. يبقى العجينة عملناها بيها بشوية دقيق وشوية توم من الفلازر. لو ما عندكش توم في الفلازر تقلك غليتين 3 وشوية بهارات وشوية ملح، وتحط لها مية تخليها سائلة زي ما انتوا شايفين. البطاطس قدامكم حطها في الطاوة. وهنيتي حطينا رصة بتنجان برضه عشان نحطها في الطاوة على البوتاجاز. شايفين ما شاء الله، عشان ايه ننجز وقتنا ونخلص بسرعة ما نعوقش في المطبخ، لان زي ما انتوا عارفين الحر شديد جدا. وهو البطاطس قدامكم بتستوي، ودينك البتنجان بنرصوها. عاوزين تعملوها تحطوا عليها هريسي حطوا، مش عاوزين تحطوا ما تحطوش. وحطوا جنبها ليمونة كده. وبألف هنا وشفا، ومطرح ما يسر يمر ان شاء الله. شايفين ما شاء الله رصة بطاطس ورصة البتنجان عاملة ازاي حلوة. بصراحة والله كانت نفسي هفة عليهم، فقمت اشتغلت كده في المطبخ وعملتهم الحمد لله. وطلعت الغدوة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وحطوا تحت البطاطس والبتنجان منديل مطبخ. لو ما عندكش ورقة حط ورقة. انا والله ما كان عندي مناديل مطبخ، حطيت مناديل عادي. ف ما كل حاجة اي حاجة مش هتخسر. مش لازم تقول لي ده ما عنديش مناديل، حط ورقة، حط منديل عادي، بس اهم حاجة ما يكونش فيه ريحة. ونيت الطماطم من تحت البيض حطينا لها شوية ملح وشوية بهارات، وحنفقش البيض فيهم بطين بس، نعمة وفاضلة. وشايفين صلصة الطماطم اتسبقت كيف تحت البيض. شايفين ما شاء الله. ده يا جماعة غدا الناس الريفية، غدا الناس الصعايدة، هو دي الغدي. والبطاطس بعجين داي. أمي الله يحفي عنها وده صحتها كانت تعملها، وستي زمان كانت تعملها الله يرحمها. هنا انا حطيت منديل، والمنديل اتلم في البطاطسية. شايفين ما شاء الله اللون والريحة تحفة تحفة تحفة. هنحط الرصة التاني مع بعض، رصة البطاطس. شايفين ما شاء الله كل يعني ما خدناش ثانية الا ثانية، كله ورا بعضه كده وخلصنا حالا واتغداني. وغدوة كانت بسم الله ما شاء الله. ولا تقولي لي لحمة ولا تقولي لي فراخ، زين اللي اي حاجة البطن تقضيها. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. كده الفيديو يعجبكم منه رضاكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله البطاطس لونها في الطاوة عامل ازاي، وريحتي والله العظيم الريحة كانت تحفة. شايفين البتنجان ما شاء الله. شايفين هاي هو استوى. هنطلعهم برضو على منديل برضو، عشان زي ما انتوا عارفين البطاطس في الزيت بتسف في زيت جامد، والبتنجان برضو بيسف في زيت جامد. فانا حطيت منديل قلت اشرب له شوية زيت. وهنا الضوء ما قعدتش على العين شغالة تروح وتاجي. الحمد لله الحمد لله. شايفين ما شاء الله. على بال ما حطيت رصة البتنجان ولقيت البطاطس استوت، قلبتها واديني معاكم هطلعها. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني كل حاجة قدامكم وما خدناش ادوبنا، ما خدناش والله، ما خدناش وقت خالص في الحر اللي احنا فيه دي، لاني شغلت طوتين، واحدة عليها بطاطس واحدة عليها بتنجان. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. شايفين ما شاء الله. البتنجان برضه كدينا هنقلبها مع بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. يا رب يكون ما دوشتكمش كده ان شاء الله، ويكون فيديو خفيف عليكم، ويا رب كده يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناه مطبخ الطيبين. يا رب كده فيديوهات تعجبكم وتسمعوا الفيديو لحد الاخر. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اقول لكم جزاكم الله كل خير، ودوسوا على اللايك برضو، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الغداء الريفي الفلاحي البسيط مع العيش الشمسي؟ بسم الله ما شاء الله.